ومن يستطيع أن يصل إلى الهلال، ولماذا الفوز عليه أصبح من الخيال، وكيف حول لاعبيه المباريات إلى ساحات قتال. قوة الزعيم سر لا يعرفه أهل السؤال. إلى العناوين. لنا أكثر من أتكلم كلاعب ومعايشة في الملاعب فوق 30 سنة، لم أشاهد فريق بهذه القوة، لم أشاهد فريق بهذا التركيز العالي، لم أشاهد فريق بهذا الحضور الذهني، لم أشاهد فريق يتعامل من مباراة إلى مباراة على حسب المنافس. هو أقوى فريق مر على اللي شاهدته أنا، يمكن يتفق مع البعض أو يختلف، هذا أقوى فريق شاهدته. والحديث عن الهلال، أصبح وصل الهلال مرحلة أمام المنافسين يتمنون أن يسجلون هدف في مرمى الهلال. هذه المرحلة اللي وصل فيها المنافسين، مش الفوز عليه ما شاء الله، يتمنون هدف في مرمى الهلال. لذلك الهلال في كفة وباقي الفرق في كفة أخرى على الجانب الفني. هنيئا لكم بالهلال يا هلاليين. أنا خالد الشنيف وضيف الكرام محمد الدهية. مساء الخير. مساء الخير يا أبو الوليد. الابتسامة مبسوط. أكيد إنه المستويات اللي قاعد يقدمها الهلال والشيء اللي قاعد يصير داخل الملعب، أمور فنية من مدرب فريق ومن لاعبين، أعتقد هذا يفخر أي هلالي بهذا الفريق صراحة. الضيف الآخر أحمد عطيف. مساء الخير أحمد. مساء النور أبو الوليد. عبد الحكيم التويجري اليوم في فيينا ما شاء الله، إجازة في المباريات والحديث عن المباريات، الحديث عما حدث يوم أمس بالتحديد. مباريات اليوم التي لعبت في دوري روشن والنتائج الموجودة. الهلال أو الاتفاق والهلال 2-0 الهلال، الاتحاد والوحدة 2-1 الاتحاد. محمد الدعية، من سيوقف الهلال؟ هذا السؤال اللي ما شاء الله مستمر. أنا قلت لك قبل فترة وعلى الطاولة هذه، قلت لك الهلال نفسه هو اللي ممكن يوقف نفسه، لكن لما يصير في مدرب وجهاز فني بالشكل هذا واللاعبين متفاهمين داخل الملعب، أعتقد من الصعب جدا أنه أي فريق يوقف الهلال، لأنه طريقة التنظيم، التكتيك، التشكيل، التدوير. يمكن شفنا سلمان الفرج اليوم وشيل احتياط، شفنا كذا لاعب، شفنا كلوبالي ونجم المباراة. أعتقد أن الهلال يستحق 3 نقاط اليوم. أحمد عطيف على الاتحاد والوحدة كمباراة. أنا أعتقد الاتحاد يستحق الانتصار. من بداية المباراة الاتحاد كان مسيطر بشكل جيد رغم الظروف اللي مرت فيه في مباراة في طرد وضيع ركلة جزاء وكان متأخر. اللي عاجبني أنا في الاتحاد إنه تكلمنا في جاياردو إنه من بعد التوقف في انضباطية في الفريق، في خطة واضحة، في أسلوب معين واضح، تمركز اللاعبين. فأعتقد أن جاياردو قاعد يصحح الإيجابيات. الوحدة للأسف ما في زي ما هو، ما في تطور في المستوى، يمكن الفوارق الفنية أكيد. الفوارق الفنية أكيد. عبد الحكيم، في بعض اللاعبين يسجل هدف هو ماخذ كرت أحمر، هذا استدعاء لاحتساب ركلة جزاء على نادي. حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال فوزا على مضيفه نادي الاتفاق بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، وذلك في مباراة أقيمت ضمن مباريات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وأحرز سافيتش هدف نادي الهلال الأول في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعدما تلقى تمريرة ركنية من روبن نيفيز ليوضع الكرة رأسية في شباك نادي الاتفاق. كما أضاف سالم الدوسري نجم نادي الهلال الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من متروفيتش لينطلق إلى منطقة الجزاء ويسدد الكرة من الجهة اليسرى إلى يمين المرمى. وبهذا الفوز رفع نادي الهلال رصيده إلى 59 نقطة من 21 مباراة، محافظا على صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ومسيرة بلا هزائم، موقعا على 19 فوزا وتعادلين، بينما بقي نادي الاتفاق في المركز الثامن. وأيضا بهذا الفوز حقق نادي الهلال إنجازا تاريخيا كأكبر سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين برصيد 14 فوزا، ليتخطى رقم نادي النصر والذي بلغ 13 فوزا متتاليا في عام 2014. والشيء الوحيد المحزن لنادي الهلال هو تلقي الصربي ألكسندر متروفيتش هداف نادي الهلال بطاقة صفراء في هذه المباراة، ليتأكد غيابه عن المباراة المقبلة أمام نادي الاتحاد في كلاسيكو الجولة 22
20 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث سيتم إيقاف اللاعب بسبب تراكم البطاقات. وعقب المباراة تحدث البرتغالي خيسوس المدير الفني لنادي الهلال على تأثير غياب مهاجمه الصربي ألكسندر متروفيتش أمام نادي الاتحاد في الكلاسيكو المرتقب، حيث وجه خيسوس رسالة طمأنينة إلى جماهير نادي الهلال القلقة من غياب هداف الفريق في مباراة صعبة وقوية أمام نادي الاتحاد في الجولة القادمة. وقال خيسوس في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الاتفاق: نعرف قيمة وتأثير متروفيتش، لكن لدينا لحمة قوية بالفريق قادرة على تعويض أي غياب. نحن ماضون بتحقيق الانتصارات المتتالية، وفي مشواري التدريبي أرى أن هذه المجموعة أنها قادرة على تجاوز أكبر المصاعب. هذا ومن المقرر أن يستضيف نادي الهلال نظيره نادي الاتحاد على ملعب المملكة أرينا مساء يوم الجمعة القادم الموافق الأول من شهر مارس. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.